تكلفة الهجرة من مصر لأمريكا وأوروبا، رحلة الموت للبحث عن الحياة. بعد شهور في الصحراء وأيام في البحر، من مصر لليبيا لإيطاليا بوابة أوروبا، موت شرعي وغير شرعي. بتموت من البحر، ومافيا التهريب في الهجرة غير الشرعية بتموت من ألم الفراق والغربة والبعد عن أهلك في الهجرة الشرعية. طب ليه المصريين والعرب بيعرضوا نفسهم للمخاطرة دي؟ وهل الحياة بتتحول وبدخول بوابة أوروبا بتتحقق كل الأحلام؟ الفقر مش هو السبب الوحيد اللي بيحرك الشباب للهروب لأوروبا، فالشعور بالاضطهاد الديني والسياسي والعنصرية أسباب كتير بتدفع البشر للهجرة. وفي مصر من مرسى مطروح الحدودية مع ليبيا يبدأ طريق الهروب اللي معظم المهاجرين غير الشرعيين لأوروبا بياخدوه كأول محطة. يبدأ الموضوع بسمسار بيجيب مجموعات صغيرة من المهاجرين من كل الجنسيات زي السوريين ومن كل المحافظات، ويسلمهم لسمسار تاني في مطروح، وكمان الصوماليين، وبعد كده يقعدوا في بيوت المهربين لحد ما يتم تجميع حوالي 200 شخص، وبعد كده بيتم نقلهم عن طريق عربيات دفع رباعي في الصحراء، وبيكون في من 10 ل 12 طريق في وسط الصحراء في جنوب السلوم وجنوب سيوة، وبيكون معاهم مرشد وخبير بالطرق الصحراوية وبمسافتها وأمنها، خاصة مع وجود ألغام كتيرة على الحدود بين مصر وليبيا. والجيش بيقبض يوميا على أكتر من 50 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة، وتكلفة الرحلة حوالي 5000 جنيه مصري، لكن السعر ارتفع في الفترة الأخيرة ل 8000 جنيه بعد زيادة عدد المهاجرين السوريين اللي بيدفعوا ما بين 800 و 1000 دولار تقريبا. وبقت محافظات الصعيد أكتر المحافظات اللي بيجي منها الشباب اللي عايزين يهاجروا، واللي منهم اللي عايز يوصل ليبيا بس عشان يشتغل هناك، ومنهم اللي بيكون هدفه العبور لأوروبا. سوق الهجرة غير الشرعية ما بقاش للمصريين بس، ده طال اللاجئين المقيمين في مصر كمان، ومنهم السوريين والسودانيين وكتير من الجنسيات التانية المقيمة في مصر. الهجرة غير الشرعية لأمريكا وأوروبا، واللي بتعتبر خرق للقوانين من مواطنين أجانب عشان يدخلوا البلد من غير ما ياخدوا تصريح من الحكومة أو حتى يدخلوا بشكل قانوني، وده يعتبر خطورة عليهم وعلى البلد وقوانينها. وده اللي انتقده الرئيس الأمريكي جو بايدن، وقال إن نظام الهجرة لازم يكون ليه خطة جديدة عشان يقلل من الضغط على الحدود مع المكسيك، وحاول إنه يسرع وتيرة إنهم يرجعوا للجوء السياسي. والخطة دي هتخلي بس 30,000 مهاجر يدخلوا أمريكا، وده بعد ما يحققوا الشروط المطلوبة. والشروط المطلوبة للهجرة الشرعية تعتبر بالنسبة للشباب العربي صعبة جدا، وده اللي بيخليه يلجأ للهجرة غير الشرعية. ده غير إن الحد المسموح به للهجرة الشرعية من الوطن العربي قليل جدا مقارنة بأعداد الشباب اللي عايز يهاجر من الدول العربية، وده اللي عامل رواج لمافيا وتجار الهجرة غير الشرعية عن طريق البحر. شاركونا آرائكم في التعليقات، هل السفر لأوروبا هو الحل؟ ويا ترى لو ما قدرتش تسافر بشكل شرعي هتسافر هجرة غير شرعية وتعرض حياتك للموت؟